السلام عليكم ورحمة الله. فاز الأهلي 3-1 في مباراة كانت صعبة جدا وفارقة في المجموعة. تصدر الأهلي بعد المباراة المجموعة برصيد 10 نقاط، يليه رونالدو برصيد 8 نقاط، وشباب بلوزداد برصيد 6 نقاط. كده إن شاء الله الأهلي بيصعد من المجموعة دي سواء أول أو تاني، بيكفيه بس التعادل عشان يبقى ضامن الصعود في أي نتيجة، سواء فاز رونالدو على شباب بلوزداد أو لأ. المباراة طبعا بدايتها كانت صعبة جدا، وشوط أول سيء جدا للأهلي. كان تقريبا الأهلي مش موجود، مفيش تركيز، ميس باص كتير جدا. تأخر كمان الأهلي ودخل فيه هدف في نص الشوط الأول، وانتهى الشوط الأول طبعا بالنتيجة دي، وكانت نتيجة طبعا سيئة جدا للأهلي، لأنه لو طلع مهزوم كان هيبقى فيه صعوبة جدا في الصعود من المجموعة. عد الشوط الثاني مع تغييرات اللي هي بتحرك الأهلي دائما وأبدا، وبرضه كولر مصمم إن قفشة يبقى احتياطي. نزل قفشة ونزل كريم نيدفيد، وهم دول اللي ظبطوا وسط الملعب اللي كان تقريبا مش موجود. والسبب الرئيسي ان امام ما ينفعش يلعب وسط ملعب. وسط الملعب ده مهارة، والمهارة دي مش موجودة غير في قفشة. التحكم في الكورة وانكار الذات مش موجود عند امام بيفكر في نفسه فقط لا غير بنسبة كبيرة، برغم ان هو احرز هاتريك النهاردة وكان زي ما بيقولوا فرس الرهان ومع امام طبعا، ولكن مش معناه ان هو افضل لاعب في المباراة. انا وجهة نظري ان اللي فرق ان قفشة بيلعب دايما للفريق، ما بيلعبش لنفسه. احيانا ممكن يفكر في نفسه ولكن مش على حساب الفريق، دايما بيبقى عايز يكسب الفريق، سواء هو اللي يجيب الجون او يعمل اسيست. وده اللي بيفرق بالنسبة لي عن امام عاشور. طبعا الهدف الاول كان وسام لعبها في المرمى رأسية، ولكن تدخل فيها امام وكملها داخل المرمى. الهدف الثاني رأسية اتلعبت عرضية من خالد عبد الفتاح، وامام احرز الهدف الثاني برأسية داخل منطقة الجزاء على حدود ال6 ياردة. والهدف الثالث والاخير هجمة مرتدة انفراد، ولكن اتلعبت بالعرض لوسام، اتقطعت ارتدت لإمام على حدود المنطقة، راح مرقص اللعيب وراح شايطها على طول في المرمى واحرز الهدف الثالث. نتيجة ايجابية، ولكن نتمنى ان الاهلي وكولر يعيدوا حساباتهم تاني في صعود ناشئين، ما يبقاش الموضوع مكتفي بالمحترفين. محتاجين كواليتي محترفين، ولكن محتاجين ناشئين تطلع من النادي الاهلي، ما يبقاش كل الاعتماد على المحترفين.